لاعب ساسبورغ بالنمسا، لاعب رقم 9. ثم نشوف هنا محاولة كرة أمامية، فرصة عملية ديال السقوط، والحكم يقول هنالك ضربة جزاء. الجديد في المقابلة هو هذا التدخل، ولاحظوا هنا اللقطة ولاحظوا هنا السقوط. إذا لم يتردد عبد الرحيم رخيز في الإعلان عن ضربة الجزاء. الطراوري اللاعب رقم 17، اللاعب اللي كيلعب في نادي أعلى الخلف، يعطي انطباع على أنه سيصوب بقوة. التحضير من جانب هذا اللاعب للتصويب، والهدف الأول. الهدف الأول من جانب المنتخب الإيفواري عن طريق اللاعب كوناتي، لاعب نادي سالزبورغ بالنمسا. اللاعب اللي كوناتي كريم، اللاعب اللي تمكن من تسجيل الهدف الأول. ولاحظوا هنا الطريقه ديال تسجيل الهدف في الوقت اللي الحارس مشى مع الكره، لمس الكره، ولكن ما تمكنش من ازاحه هذا الخطر وازاحه هذه الكره التي تلج للمرمى، وبالتالي هدف واحد مقابل لا شيء. انطلاقه قويه لمنتخب الكوت ديفوار على ما يبدو. لاحظوا الحارس مشى الكره، كان قريب انه يزيح هذا الخطر ويزيحها. تصبح مغربيه هذه الكره، مغربيه نعم، في اتجاه سيباري كيقوم بالتمريره ديالو. هذه رده فعل المنتخب الوطني المغربي الان. فرصه داخل منطقه الجزاء، سيباري محاوله فرصه، كرات على مستوى الشق الدفاعي. لاحظوا هنا العمليه الهجوميه وطريقه بناء هذه العمليه الهجوميه كانت جيده. محاوله واحده كان بالامكان اننا نشوفوا الهدف الاول. اختار عبد الله فرح انه يلعب كره ارضيه، اختار انه يلعب كره ارضيه، يعني ما كانتش بالقوه الكافيه. كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء بعد الخطر مطلوب. هدف ثاني امام دفاع يظهر على انه هش لحد الساعه. مسجل الهدف هو اللاعب رقم 2 اللي هو يابري محمد، يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف الثاني في هذه المقابله. ينشط في الدوري المحلي الايفواري وجاته فرصه استغلها بنجاح. لاحظوا هنا الاعاده، نفذت الزاويه، كره داخل منطقه الجزاء، الابعاد من جانب الدفاع ما كانش بشكل مناسب، وايضا تغيير ديال المسار الكره قبل الوصول للحارس ساهم على انه يجي هدف ثاني بهذه الكيفيه. ولاحظوا هنا الانزال بهذا الشكل هذا، ثم تغيير المسار ديال الكره من قبل المدافع. جوج في يونيو المقبل، وهي مؤهله للالعاب الاولمبيه بباريس. في الوقت اللي غنشوف هنا الانطلاقه وبناء العمليه الهجوميه، ولكن ما كناش كره كترجع مره اخرى. فرصه محاوله مره اخرى من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. عمليه مرور كاين خطا عبد الرحيم رخيص. هو الانطلاقه بناء العمليه الهجوميه الان، محاوله من جديد مغربيه، فرصه تصويب هدف للمنتخب الوطني المغربي. ما كاينش استسلام، كاين عزيمه، كاين طموح، كاين رغبه لتسجيل الهدف. والهدف الاول عن طريق وحدي زكريا. يضع الكره في المرمى زكريا الوحدي الذي تمكن من التعامل بشكل ممتاز. لاعب مولنبيك البلجيكي. لاحظوا طريقه لاعب مولنبيك البلجيكي. اذا يضع الكره في المرمى في الوقت اللي جاءت العمليه وجاء الاعداد لبناء هذه الكره بشكل ممتاز عن طريق اللاعب دريوش شعيب. الهدف الاول، جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد لانزال فرح. لاحظوا هنا الانطلاقه، عمليه ديال الانسلال والدخول داخل منطقه الجزاء. نعم، عمليه جميله، فرصه الهدف. لا تريد، كره جيده وزاويه يقول الحكم. ولاحظوا الطريقه بناء العمليه الهجوميه، كانت فرصه مواتيه للهدف. كان بالامكان اننا نشوف الكره في المرمى وكتمر كتمشي عند يابري محمد، ضاعت له، رجعت مرة ثانية المغربية. سيباري كينطلق بوحده داخل منطقة الجزاء، تصويبة، فرصة مواتية، وهدف يضيع. بدات المقابلة كتاخذ واحد النسق جميل، بدات المقابلة كتاخذ واحد الانطباع رائع. وعبد الله فرح في مناسبتين اثنتين، الاولى لم تكن ناجحه، الثانيه ايضا لم تكن ناجحه، ولكن لاعب يظهر على انه كره ممتازه من الجهه اليسرى. هذه محاوله هجوميه، عبد الله فرح نشيط جدا من الجهه اليسرى، ممتاز، يحاول يمر يخترق يدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه كالتغطيه. رفع هذه الكره بهذا الشكل هذا راسيه، يجب ابعاد الخطوره. ثلاثه ديال اللاعبين امام الكره في هذا الوضع هذا صعبه بعض الشيء.
كرة إذا من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. رجعت من جديد تحيف ماذا يفعل؟ يلعب الكره ديالو، لا خطا على مستوى التمرير، خطا على مستوى التمرير يخلي العناصر ديال المنتخب الايفواري الان 3 ضد 3. هنا محاوله راسيه ابعاد الخطوره مباشره صوب الحارس. للاسف مثل هذه الاخطاء مرفوضه. تمريره ممتازه لوحدي زكريا، كره دخول داخل منطقه الجزاء والكره مباشره الى خارج من الوسني. سيباري، شو لاحظوا سيباري سريع يحافظ على الكره ديالو، انطلاقه بامكانيه تصويب كيختار الكره الجهه اليمنى. فرصه سيباري مره اخرى يستلم يدخل داخل منطقه الجزاء. هدف بطريقه جميله. سيباري صبر وتمكن من تسجيل هدف، بشكل ممتاز. ثاني الاهداف للمنتخب الوطني المغربي، عن طريق لاعب PSV ايندهوفن. لاعب رائع صراحه اسماعيل ومن غيره. سيباري شوف طريقه نزل الكره ما تسرعش، صوبها وضعها في الزاويه 90. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. قلت على انه الشوط الاول لابد من تسجيل هدف التعادل لتجنب قسوه مدرب يمكن ان يتحدث مع اللاعبين على انه ما كانوش داخلين بقوه مع انطلاقه المقابله، ولكن مع مرور الوقت لاحظوا عناصر المنتخب الوطني المغربي كيرجعوا في المباراه. شوف طريقه الانزال، ديال الانزال والقوه والبنيه الجسمانيه والطريقه ديال التصويب. وضعها في 90 سيباري لاعب PSV ايندهوفن يضع هذه الكره في المرمى معلنا عن الهدف الثاني. سيباري ربما الاقرب، ضاعت له مره اخرى مغربيه فرصه الجهه اليمنى لوحدي. زكريا ماذا يفعل؟ يحافظ على الكره ديالو في اتجاه سيباري يحافظ على الكره ديالو، يخترق يدخل داخل منطقه الجزاء. سيباري يحافظ على الكره، فرصه في اتجاه لوحدي داخل منطقه الجزاء. والحكم كيقول وصل اللاعب، كان بالامكان الحصول على ضربه جزاء، ولكن الرؤيه والمجال ديال الرؤيه ديال عانى الامرين في اللقطه هذه. لاحظوا هنا عمليه ديال الانزال، نشوفوا هنا السقوط جانب اللاعب تحف، ولكن لم تستثمر. هذه خطيره والهدف هدف عن طريق نفس اللاعب كوناتي كريم، اللاعب اللي تمكن من تسجيل الهدف الاول في المقابله. اللاعب كوناتي لاعب ساسبورغ النمساوي، اللاعب اللي تمكن من وضع الكره في المرمى. اذا 3 ديال الاهداف مقابل هدفين. لاحظوا هنا خطا على مستوى القيام بالتمريره بالشكل المطلوب، نباتق منه يعني هجمه مرتده كيف كنشوفوا الان. انطلاقه بهذا الشكل هذا، الخط الدفاعي مره اخرى يظهر على انه لم يتمكن من ايقاف العمليه الهجوميه. صاعي ديون مواسي هو اللي قام بالتمرير ومسجل الهدف الاول. كوناتي كريم كيتمكن من وضع الكرة في المرمى، وبالتالي الهدف الثالث للمنتخب الإيفواري الذي ينطلق بهدف ثالث.